اسلام صادق، رضا عبد العال، كابتن محمد فاروق الاهلاوي. اسلام صادق، اسلام صادق انا هبتدي بيه لانه بصراحه كميه كاريزما غير طبيعيه. يعني مثال، فعلا مثال للمذيع اللي هو اللبق، المذيع اللي عنده قبول، المذيع الجذاب، يعني كل حاجه. يعني الراجل فعلا يشدك كده. الاخبار بتاعته والمصداقيه بتاعته اللي طول الوقت عمره ما قال خبر كذب. عمره ما كذب لانه طبعا اسلام صادق، يعني فمش معقول، مش هينفع يكذب. عمره ما قال خبر مثلا على نادي ونادي تاني لا. عمره ما كان مثلا بيبعت رسائل لسيادة المستشار يطمن عليه، وسيادة المستشار يطلع يفضحه كده في المؤتمرات اللي كان بيعملها، المؤتمرات العالمية اللي كان بيعملها دي والنور بيقطع فيها دي. حاجة فعلا يعني تخليك فعلا، يعني الراجل ده لازم ياخد حقه. الراجل ده مش واخد حقه على الساحة الرياضية في الإعلام الرياضي. الراجل ده عمره ما قال كلمة غلط على النادي الأهلي أو كلمة مش مظبوطة. عمره ما ألف أخبار. عمره مثلا ما طلع إشاعات على النادي الأهلي. ما حصلش منه الكلام ده. طول الوقت راجل بيعامل الأهلي زي ما بيعامل الزمالك، زي ما بيعامل الإسماعيلي، زي ما بيتكلم على كل الفرق وعلى كل المشاكل في كل الفرق، بيتكلم على كل الإيجابيات في كل الفرق. دايما ملوش أغراض. ما تعرفش تمسك عليه غلطة الحقيقة يعني. دايما في كل حلقاته مفيش غلطة تعرف تمسك عليه. وضيف على كده برضو من ضمن مميزات اسلام الصادق، يعني ان هو طول الوقت مش بيشتغل مذيع بس، لا، راجل صحفي. وصحفي ده قبل ما يبقى مذيع. ومعد، معد البرنامج حتى اللي هو فيه. معد بقى لمين؟ معد للكابتن محمد فاروق. كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي، اللي اتربى جوه النادي الاهلي، اللي ما يطقش يسمع كلمه غلط على النادي الاهلي ويسكت. الراجل طول الوقت بيدافع عن النادي الاهلي. عمرك ما تسمعه بيقول خبر او اشاعه مثلا على النادي الاهلي. يعني ما تسمعلوش مثلا يقول لك امام عاشور اتخانق مع الشناوي مثلا ويكون ده خبر مش حقيقي. عمرك ما تسمع الكابتن محمد فاروق يعمل كده. ليه؟ لانه ابن النادي الاهلي، راجل محترم. ما يفرقش معاه الريتش، ما يفرقش معاه ان هو يسمع كلام اسلام صادق في الايربيس بس. لا، هو عمره ما عمل حاجه زي كده. عمره ما يتكلم مثلا عن سيد عبد الحفيظ، عن مشاكل في مجلس الاداره. كلها حاجات مش مظبوطة، بس هو فعلا عشان هي مش مظبوطة هو عمره ما اتكلم وقال حاجة زي كده. عمرك ما تلاقيه مثلا يسخن كابتن رضا كده من تحت لتحت كده مثلا، علشان خاطر يعني ايه، يعمل فيو كده في لقطة تنزل كده على اليوتيوب مثلا. لا، ما يعملش ولا الحاجات دي. راجل محترم. عمرك ما تلاقيه مثلا تيجي سيرة حازم امام فيبتدي يجيب ورقة ويخلي الكابتن رضا كده يقول لا خلاص ملناش دعوة. لا، عمره ما يعمل كده. ليه؟ لأنه هو الكابتن حازم امام بالنسبة له زيه زي النادي الأهلي. يعني هو بيحب حازم امام زي ما بيحب النادي الاهلي، او بيحب النادي الاهلي زي ما بيحب حازم امام يعني. فبيعامل يعني ما بيطيقش يسمع كلمه على الاثنين. التالت بقى كابتن رضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال بقى حدث ولا حرج. الراجل ده يعني الحاجه الحقيقيه اللي ممكن اقولها في كلامي، كابتن رضا عبد العال زمان كان لعيب كوره، كان لعيب كوره محترم يعني ويكيفك انا ما حضرتوش طبعا لانه كنت صغير، بس يعني كان لعيب يعني اللي بنشوفه له واللي بنسمعه عنه. لا، كان لعيب برنس يعني، كان لعيب كده ميسي على، يعني ما هو ميسي كده امك تعمله لك في البيت يعني. بس كان لعيب والله مش بتريق. ولكن مشكلة كابتن رضا عبد العال، او هو ما عندوش المشكلة دي، خلينا اكمل زي ما انا عشان ايه، عشان نتكلم في الصح. كابتن رضا عبد العال ما عندوش مشكله مثلا ان الاهلي كان بيعامله في وقت من الاوقات ان زيه زي فلان زي علان. انت لعيب كويس ومهاري وبس، تمام، انت مجرد لعيب في فرقه. انا مش هديك وضع ان انت عشان نجم مثلا تتحكم وتؤمر وتنهي. لا، انت في النهايه لعيب. فده طبعا ما عملش عقده عند الكابتن رضا. لحد النهارده بيقعد يطلعها في اي موقف لاي مجلس اداره في النادي الاهلي، او يطلعها في اي موقف يحصل عموما في النادي الاهلي، او في اي تحليل ليه عموما، سواء لمدرب سواء لاي حاجه. لا، هو ما عندوش العقده دي وما بيتعاملش مع النادي الاهلي من هذا المنطلق. يعني الكابتن رضا راجل حيادي ومحترم، واللي بيشوفه بيقوله ومش هجاص. هو ما قالش على نفسه قبل كده ان هو كبير الهجاصين، لان هو مش هجاص. يعني الراجل كل كلامه منطقي. يعني اتحداك في مره تطلع لي كلمه واحده. يعني اتحداك في مره تجيب لي مدرب واحد عجب كابتن رضا اساسا يعني. فده كابتن رضا. فطبعا بقى ايه، بيبقى فيهم معاهم بقى مثلا كابتن ابو الدهب، كابتن سمير كمونه، ابراهيم سعيد، محمود شطه، مجدي عبد الغني، اي حد بقى من، يعني ايه، دول بقى اللي هم بيروحوا ويجوا كده، إيه التحابيش كده اللي بتبقى موجوده كده وتيجي مع العفش وتروح وتيجي يعني. طبعا دول اللي قايم عليهم فكره البرنامج، برنامج المحترم، برنامج البريمو. برنامج طبعا يعني حيادي،
بيوقع في النادي الاهلي علشان خاطر يبقى واقع زي الزمالك. ما الزمالك واقع، فالحيادية بتقتضي اننا لازم نوقع الاهلي يعني، بالعقل يعني بالمنطق، مش محتاجة يعني. فدي كانت تحية شكر مني للناس الناس